معظمها ظلت حبيسة الوثائق الرسمية لأن أبناء الحي دائما ما يجدون ألقابا قد تلازم أصحابها طوال حياتهم. نكتشف بعض الألقاب أقول الغريبة والمضحكة مع إبراهيم غطاس. السلام عليكم. واش فلوسة؟ ربما حتى هذا الذي يتصل له لقب ينادى به عوض اسمه، فالألقاب والتسميات الساخرة كانت ولا زالت شيئا عاديا لدى الجزائريين. واحد يعيطولو ماسيطا، واحد يعيطولو بودلاعة، واحد يعيطولو لابوندا، كيما الاب تاعي انا يعيطولو سالامونتير. انا واسمي عبد الرزاق، بصح يعيطولي زرازق. كاين عباد من الصغر من صغرو عنده اسم، حتى لو كان مزوج بولادو مازال عندهم اسماء تاع بكري. لا بلي بارك واحد راس الكابوس، واحد طوميكس، واحد عمر الشيطان، واحد وهادوما شغل لا بلي بار دو طون الاسم ديالو ما تعرفوا غير في الفريت فامي ولا كاردي دونديتي. تسميات حتى وإن كانت غريبة قد تطلق على صاحبها بسبب سلوكه أو هيئته، وغالبا ما تتماشى وتطور القاموس اللغوي للشباب. الاسماء المستعاره كاين بزاف اللي تزيد اذا فوق الحد اللي تقيس في شخصيه الانسان وتقيس في كرامه الانسان، لان شخصيه الانسان هي صورته وهي كلامه وهي طبيعته اللي راهو يمشي بها. لم تكن هذه الظاهرة يوما غريبة في المجتمع الجزائري، رغم أنها لا تمت بصلة لتعاليم ديننا الحنيف. التنابز بالألقاب أمر منهي عنه، حرام. الأولى أن يسمى المسلم أن يسمى بما سمي به. يجتهد الآباء في انتقاء أجمل الأسماء لأبنائهم، لكن غالبا ما تبقى حبيسة الوثائق الرسمية ليشب البعض على ألقاب وتسميات غريبة تلازمهم طوال حياتهم.